إليكم 19 أقوال رضوى عاشور، كاتبة وأكاديمية وناقدة أدبية مصرية بارزة، اشتهرت برواياتها العميقة وكتاباتها النقدية الثاقبة. 1. إذا كان العالم لا يتغير، فذلك لأننا لم نغير طريقة رؤيته. 2. الحكايات لا تروى إلا لأناس يعرفون كيف يسمعون. 3. أقوى النساء هن اللواتي يزرعن الأمل في تربة اليأس. 4. التاريخ يكتب بأيدي المنتصرين، لكن الحقيقة تختبئ في التفاصيل الصغيرة. 5. لا وجود لبراءة كاملة من التاريخ. 6. الوطن ليس مجرد مكان، بل هو الذاكرة والحكايات المشتركة. 7. النسيان خيانة، لكن التذكر أحيانا يكون عذابا. 8. الحب ليس مجرد شعور، بل هو التزام بلا آخر حتى في ظل العاصفة. 9. الكتابة وطن لمن لا وطن له. 10. الثورات لا تصنع بالشعارات، بل بالإرادة الصلبة. 11. الخوف يقتل الإبداع، والشجاعة تحرره. 12. لا تصلح الأكاذيب واقعا فاسدا. 13. الضحك في زمن الظلم مقاومة. 14. الخوف من السلطة هو بداية الاستعباد. 15. الحقيقة مثل النور، مؤلمة لمن اعتادوا الظلام. 16. الرواية هي أن تحكي ما لا يستطيع التاريخ قوله. 17. الهزيمة ليست نهاية الطريق، بل محطة نتعلم فيها الكرامة. 18. الكتابة فعل حرية، حتى عندما تكتب عن الألم. 19. العالم يتغير حين نرفض أن نكون ضحاياه. رضوى عاشور عبرت في كتاباتها عن العدالة الاجتماعية وقضية الفلسطينيين وكفاح المرأة، وكانت كتاباتها مزيجا بين الأدب والتاريخ والنضال. أتمنى أن تكون مفيدة لكم.